السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم في حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير من الزوجة الصالحة. أفضل حاجة بعد تقوى ربنا على طول الزوجة الصالحة، لأنها فيها راحة البال وفيها السعادة وفيها كل ما تشتهي الأنفس، اللي هي الزوجة الصالحة. باقي الحديث بقى: إن نظر عليه أسرته، وإن غاب عنه حفظته، وإن أمر أطاعته إلى آخر الحديث. اللي خلاني صار أقول الكلمتين دول، أحد الشباب مقابلني أنا شخصيا كده بيقول لي إيه؟ يقول له: النبي يا أستاذ إبراهيم، أنت بتدي دروس لغة عربية وفي نفس الوقت محفظ قرآن، فأكيد هنلاقي عندك عروسة حلوة ليا إن شاء الله بإذن الله تعالى. قلت له: حبيبي، بكرة إن شاء الله بإذن الله بالكتير هرد عليك. بالفعل تاني يوم قابلت الشخص ده، فبقول له: يا فلان، أنا لقيت لك يا ابني بنت بتحفظ معانا قرآن، وأهلها يا ابني أبوها راجل بيصلي معانا في المسجد يوم بيوم، وأهلها ناس كويسة ما شاء الله، وبنت في جامعة كمان ولكن متوسطة الجمال. فقال لي: خلاص ماشي يا عم الشيخ، أنا إيه هفكر، أنا كده كده مش مستعجل. عرفت إن هو نصاب على طول، مش عايز دين ده خالص. تمام. فقلت أما أختبره. فتاني يوم برضه قابلته، اللي هو اليوم التالت بالنسبة لي أنا، لكن تاني يوم بالنسبة له هو. اليوم التالت بقول له: يا فلان. أيوه. نعم يا عم الشيخ. قلت له: لقيت لك بنت. إيه ده؟ فائقة الجمال، الله أكبر عليها. بص، فائقة الجمال جدا، ولكن ما بتحفظش قرآن، ما بتصليش، وأهلها يعني. قال: يا عم الشيخ عادي، سهلة دي، مش حافظة قرآن نحفظها يا عم الشيخ، مش نعلمها يا عم الشيخ. إيه ده يا عم؟ اتغيرت ليه؟ ما أصل أنا كنت محتاج جمال يا عم الشيخ. جمال ولا إبراهيم ولا محسن ولا رضا؟ أنت بتتكلم إزاي يا عم؟ أنت ما رجعتش للقرآن ولا إيه؟ ما رجعتش للحديث الزوجة الصالحة؟ فلا يا عم الشيخ، والله أهم حاجة جمال، عشان اتشرف بقى كده واقول ده معايا ست جميله وست حلوه، والناس تقول ده فلان جوز بنت حلوه كده. طب انت ناسي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير من الزوجه الصالحه. هذا هو حال شبابنا اليوم جميعا الا ما رحم ربي، ينسوا الدين والاخلاق والحسب والنسب والاهل والاخلاق اهم شيء، وبيفكروا في الجمال. صدقني، اللي بتمشي ورا الجمال هيضيع وهيضيعك معاه، اما الاخلاق فهي باقيه، وستر وعظمه وسعاده وراحه بال لك داخل البيت وخارجه.